السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ينصرنا امين يا رب العالمين. مباراة مهمة في نهائي كأس مصر، بطولة جديدة ان شاء الله تنضاف لنادي الزمالك بإذن الله تعالى خلال ساعات قليلة جدا. نادي الزمالك بإذن الله يواجه النادي الأهلي. واهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. الليلة جينا نادي الزمالك هو نادينا، ولا أهلي ولا إسماعيلي. تشكيل نادي الزمالك للأسف تم تسريبه. ياما حذرنا وياما قلنا وبقالنا فترة بنتكلم لازم نشوف الخاين اللي بيسرب التشكيل. الخاين اللي عمال يطلع تشكيل نادي الزمالك ده مش زملكاوي، ده خاين وسطنا، ويحسب على مجلس إدارة نادي الزمالك إنه مش قادر يطلع الخاين ده. لازم يطلع، لازم يبان. ما ينفعش التشكيل كل يوم بيتسرب. لكن النهارده حتى المباراه، بغض النظر عن انها كتاب مفتوح وان الاوراق الرابحه معروفه وان اللعيبه اللي هتشارك بنسبه كبيره معروفه، لكن قلنا اهم حاجه وسط ملعب نادي الزمالك هو اللي هيمتلك زمام المباراه ان شاء الله. لكن لما عرف الناس وسط الملعب هيبقى مين، ما الكل محتار. كل عارف ان نبيل دونجا هيشارك، بس يا ترى عبد الله السعيد هيشارك في انهي مركز، 8 ولا 10؟ يا ترى مين اللي هيكون جنب نبيل عماد دونجا؟ محدش عارف، الكل محتار. وفجأة التشكيل بيتسرب كالمعتاد. اتسرب ازاي؟ هقول لك. جوزيه جوميز قبل ما يتحركوا من الفندق جمع اللاعبين واتكلم على التشكيل وقال التشكيل للاعبي نادي الزمالك خلاص، وشرح نقاط القوة ونقاط الضعف واتكلم في حاجات فنية وكلف اللعيبة بمهام معينة. وفجأة اول ما اعلن التشكيل وقال لهم يلا كل واحد يحضر المهام بتاعته، فجأة التشكيل اتسرب. وفجأة لقينا مهيب عبد الهادي خرج وقال التشكيل. يا رب انصرنا. وهنقول ايه بس في اللي بيسرب التشكيل؟ التشكيل اللي اتسرب كالآتي: محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي 2 مساكين، باك شمال أحمد فتوح، وباك يمين عمر جابر، في وسط الملعب نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد. والاسم اللي كان يا ترى محمد شحاتة، يا ترى ناصر ماهر، يا ترى مين اللي هيشارك؟ أشرف رؤى. اللي هيشارك يوسف أوباما. يبقى نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، وفي الأمام مصطفى شلبي وكمان أحمد زيزو. ومين بقى المهاجم؟ الراجل طبعا شاف ان ناصر منسي هو المتألق الفترة اللي فاتت وقال لك لا سيبك بقى من موضوع ان سيف الجزيري هو اللي بيتألق او في ماتشات القمة او له خبرات في ماتشات القمة. لا، انا ليا على اللي شغال معايا من الماتشين اللي فاتوا. وناصر منسي في الهجوم. طيب، نفسي في حاجة تحصل. التشكيل كويس بنسبة كبيرة، بس هقول لك على السلبيات اللي فيه. نفسي يكون الراجل عامل يعني ايه طعم، وعارف ان التشكيل بيتسرب وقال لك مرميه ويخرجوه غلط وانا انزل بتشكيل معين. لكن زعلت جدا ان يوسف اوباما هيشارك، مش عشان خاطر ضعف مستوى يوسف اوباما ابدا. انا اثق تماما في يوسف اوباما مع ان الزملكاويه بيختلفوا عليه كتير. لكن يوسف اوباما وعبد الله السعيد، يبقى انا كده كلفت عبد الله السعيد بواجبات دفاعيه كنت انا في غنى عنها. انا عايز رقم 6 بحت جنب دونجا او 8. لكن بالطريقه دي عبد الله السعيد بيدافع وبيرجع، لكن مش اللي في بالك. مش هيبقى زي محمد شحاته، مش هيبقى زي اشرف رؤى حتى اللي الناس بتختلف عليه. بس انا لازم العب باتنين، انت فاهم، ارتكاز. كمان يوسف اوباما برضه في النواحي الدفاعيه مش هيفيدني. انا كان بس كفايه عندي عبد الله السعيد ويوسف اوباما يبقى على الدكه. ولو دماغك خالص في يوسف اوباما كنت خلي يوسف اوباما مكان عبد الله، لو انت دماغك راح لكده. لكن انت النهارده كده بتلعب قدام الاهلي. الاهلي اللي هيلعب بايه؟ يكاد يكون ب2 6 صرف. انا مش عارف. انا دايره الملعب بتاعت النادي الاهلي في وسط الملعب بتاعته بتميل للنواحي الدفاعيه اكتر من خلال مروان عطيه وعمرو السوليه اللي هيبداوا. امام عاشور هو النواحي الهجوميه. على العموم ربنا يوفقنا وينصرنا امين يا رب العالمين. مبسوط ان مصطفى شلبي هيشارك، قوه كبيره جدا في الجبهه اليسرى مع احمد فتوح. مبسوط جدا ان عمر جابر برضه هو اللي هيشارك. لكن لازم مجهود مضاعف جدا من عبد الله السعيد ويوسف اوباما. موت نفسك يا يوسف على كل كوره، وارجع ورا وركز وشوف انت هتعمل ايه، وربنا معاك عشان خاطر نص الملعب عايز معلمه وعايز قوه. نتمنى ذلك. طيب، ندخل على الخبر التالي معانا
بخصوص محمد عواد، الراجل استجاب للناس اللي اتدخلت وقالوا له ان محمد عواد هو الاكثر خبراتا، وكمان في نفس الوقت هو بيجيد التصدي لركلات الجزاء الترجيحيه. فان شاء الله خبر كويس ان محمد عواد هيشارك في المباراه. كمان لاعيبه نادي الزمالك من اول ما سمعوا تصريح تركي آل الشيخ ان هو بيتوقع وبيتمنى فوز النادي الاهلي بسكور سكور مين؟ السكور ده ما يجيش غير من خارج الملعب، خارج المستطيل الاخضر، لكن بالفير مفيش حاجه اسمها سكور، مفيش حاجه اسمها سكور. كمان لاعيبه نادي الزمالك ان شاء الله تعهدوا على الفوز باذن الله تعالى، وباذن الله يقدروا يحققوا لنا الفوز. وعندنا اوراق رابحه بره كويسه، عندنا ناصر ماهر، عندنا الاباتشي شيكابالا، عندنا محمد شحاته، عندنا سيف الدين الجزيري، ان شاء الله يقدروا يصنعوا الفارق باذن الله تعالى. كمان عايز اقول لك ان القنوات الناقله باذن الله هي اون تايم سبورت وام بي سي مصر بس. اون تايم سبورت هيبقى ايمن الكاشف ومحمد الكواليني، كمان على قناه ام بي سي مصر كابتن مدحت شلبي. انا عن نفسي هسمع مدحت شلبي بكل تاكيد. طيب، وجوزيه مورينيو طبعا هيحلل المباراه على ام بي سي. ربنا يوفقنا يا رب. اصحى للي جاي، العبوا على ناحيه معلول. ناحيه معلول خلاص، معلول مش زي اللي فات، ما ادولوش فرصه انه يبقى يلعب مستريح، انه يهاجم ويرجع براحته ما دام مفيش ضغط عليه. لا، اضغطوا من جبهه معلول. الضغط على جبهه معلول يا مش هيخليه يطلع قدام، يا في نفس الوقت هيستنفذ قواه. وسددوا على احمد، مش احمد بقى، مصطفى احمد شوبير. سددوا عليه، تسديداتكم باذن الله تسكن الشباك. تحركاته بالقدم مش احسن حاجه. ان شاء الله باذن الله نقدر نجيب الفوز باذن الله لنادينا الحبيب باذن الله، وكلنا نفرح ونحتفل بعد المباراه باذن الله تعالى. تعالوا بقى كده سريعا نشوف تشكيل النادي الاهلي، نعيده تاني. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه 2 مساكين، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. باك شمال علي معلول، باك يمين محمد هاني. في وسط الملعب مروان عطيه، امام عاشور، عمرو السوليه. وفي الهجوم والامام كل من حسين الشحات وبيرسي تاو وانطونيو موديست. نص الملعب جوله كبيره جدا وعليها عاتق كبير على الفوز، وباذن الله نقدر نستحوذ على وسط الملعب، وباذن الله نقدر نفوز، وباذن الله كل الخير لنادي الزمالك العظيم. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. انصرنا يا الله، واثقين فيكم، وباذن الله كسبانين وفرحانين. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، وان شاء الله الزمالك بطل كاس مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.